اللي يسمع غناء ما يسمع دعاء المرضى بصوت صاحب الزمان. السلام عليكم. اليوم حلقتنا تختلف، حلقتنا عن شغلتين ما يتوافقون بالحياة، شنو هن وما هي؟ خليكم وياي راح نشرح لكم بكامل تفاصيل. حياكم الله. بالنسبة للشغلتين اللي ما يتوافقون بالحياة هن شغلتين، الشغلة الصلاة والأغاني، اثنيناتهن ما يتوافقون نهائيا، مثل الشاي والملح، مثل الماء والدهن، لأنه الشخص المسلم مسلم وليس من أي مذهب. إن كان يصلي لابد أن لا يتقرب للأغاني، فإن الأغاني هي لهون، وإن الله سبحانه وتعالى أنذر العباد المسلمين جميعا من اللهو والغناء أو الموسيقى. زين، راح تقول لي شنو الدليل؟ ونريد دليل مقنع لأنه يثبت أن الأغاني محرمة. أخلي لكم فيديو مقطعي من قبل سماحة الشيخ على المياحي، خليكم وياي. صحيح انا اسمع اغاني بس انا احب الله، ايش علي بالموضوع؟ ماكو حكي. اللي يحب الله ما يسمع اغاني. اللي يسمع غناء ما يسمع دعاء المرضى بصوت صاحب الزمان. إياكم والحذر، إذا تصلي ابتعد عن الأغاني، لأن الأغاني ما بها معنى نهائيا، وإن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أنت تصلي منا وتروح تسمع أغاني منا، كأنما حرقت الحسنات بالسيئات كما يأكل النار الحطب. وفي قصيدة أيضا شو يقول أنا معطي مولاي كل من ما عيش بغير خدمة، ودور رضا مولاي كلمة ما عيشني بغير خدمة ودور رضا. لا، هنا انتهت حلقتنا، وأتمنى استفادتم من هذا المقطع. تحياتي، السلام لكم، أخوكم ذو الفقار الحمداني، في أمان الله.